السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى شوية اسئلة نص الليل لما ما تكونش عارف اصلا تنام وبيجي في خيالك حاجات غريبة هنجاوب عليها، ففكر براحتك، احنا موجودين. السؤال ده انا عن نفسي كنت بفكر فيه، واول ما عرفت اجابته قلت اشاركها معاكم. اولا كده السؤال هو ليه الديناصورات انقرضت لكن الحيوانات اللي كانت معاها واصغر منها ما انقرضتش؟ نرجع لورا 65 مليون سنة، كان في نيزك كبير جدا جاي على كوكب الارض، قطره كان 20 كيلو متر، يعني كبير جدا. اتصدم بقى بايه؟ بكوكب الارض. الديناصورات ما قدرتش تنجو برغم من قوتها وصلابتها، وكمان هي كانت اكبر قوة على كوكب الارض. في الوقت ده اكتر من 60% من الكائنات انقرضت، منهم الديناصورات، والكائنات البسيطة هي اللي نجت. طبعا فضولك هيقولك ازاي؟ ليه بقى الكائنات الصغيرة دي ما انقرضتش؟ اولا كده علشان هي صغيرة وبتتحمى في اي مكان كده على قدها. ثانيا علشان هي بتقدر تاكل اي غذاء حتى لو كان بسيط. اما بقى الديناصورات ما شاء الله ما تقدرش تتحمى الا في الكهوف او اكتر، وكمان بتتغذى على حاجات كبيرة جدا. هي ما قدرتش تتأقلم ان هي على اكلها وكمان على الملجأ، فبالتالي ماتت. وساعتها برضو النباتات ماتت. ليه بقى؟ علشان الدخان كان مغطي على اشعة الشمس، فالنبات زي ما احنا عارفين انه هو محتاج شمس علشان يعيش، فهو مات بسبب ان مفيش شمس. بس البذور لسه موجودة في التربة، فاول ما الحاجات دي خلصت رجعت تنمو من جديد. كان في بقى كائنات معاصرة الديناصورات بس ما انقرضتش. ايه هي؟ التماسيح. ليه ما انقرضتش؟ اولا كده علشان هي بتقدر تعيش سنة، وفي من الانواع بتاعتها بيعيش 3 سنين من غير اكل، علشان كده بالطبع هو قدر يا دوب هيستخبى في مكان وخلاص. وكمان التماسيح بتقدر تعيش في اماكن فيها اكسجين قليل، علشان كده الاكسجين ساعتها كان قليل لكن كان بقضيها. وبرضه السلاحف ما انقرضتش علشان هي شايله مخبأها فوق ظهرها، فهي يا مدوب دخلت وخلاص خلص الموضوع هو كمان. وكمان انزيل البحر ما انقرضش وهو اصلا عايش من 500 مليون سنه. وكده خلصنا السؤال، واشوفكم في سؤال جديد. سلام.